يعني مثلا هديك اخر حاجه حصلت. بلعب ماتش الجمعه اللي فاتت او الجمعه اللي اتطرد فيها، اللي طارق يحيى خد فيها الانذار. والانذار صح، والانذار جمهور صح الزمالك. كويس صح كويس. دلوقتي انا قبليها على طول ب10 دقائق، ما هو لسه انا بحكيها لعلي بيه دلوقتي. قبليها ب10 دقائق عندي جات لي كوره فرصه، فبتتلعب للوينج ليفت في ال 18 قبل الماتش ده على طول، ودخلت هتخش ال 18 والوينج ليفت بتاعي داخل، راح الباك ناطط ماسكها بايده وحاططها، بس مش بنت، ما ادالوش انذار. بعديها ب10 دقائق بيلعب الماتش الثاني. يعني اذا اختلاف في حكمين في لجنه واحده فايز. يعني انا واخد بالك، يعني اخر حاجه مثلا حادثه لسه بحكيها، بنلعب ماتش وفي توتر في 16 سنه، فراح يعني كلنا انت عارف عاوزين بنحب نصلي مش مشكله، انما الاذان ادن، فراح الحكم وقف الماتش، فكل الناس بتتساءل يعني حاجه قريبه في نادي طلعت حرب الجمعه اللي فاتت. فبقول له الله وقف اللعب ليه؟ واللعب الماتش فيه توتر عصبي لان النتيجه كانت 1-1. قال ايه يا عم ايه جريس بتاع، انا قلت غضب هيسيب الماتش ويمشي اي حاجه. فالمهم ما خدناش بالنا، ايه يا جماعه اسالوا الحكم، قالوا لا اصل وقف الماتش عشان الاذان بيدن. يعني انت واخد بالك. وبعدين النقطه الثانيه كمان في الناشئين، نقطه مهمه قوي يا فاز بالنسبه للتحكيم، ان بتحط الحكم من المنطقه نفسها. يعني انا بلعب في اسكندريه بيحط حكام من اسكندريه. طبعا احنا كلنا بشر، يعني مش هقول الحاز بنتعاطف بالظبط. اجي في مصر بلعب يجوا في اسكندريه العب انا بحكام من مصر. وبعدين لما سالت لجنه بعض الحكام الناس يعني المسؤولين، فقالوا اصل احنا بنوفر، لان اللي بيجي من بلد ثانيه بيكلفني المدرب. بالعكس ده الناشئين هم اللي نضع لهم الاسس عشان لما يكبروا. لا ده في نقطة مهمة يا فايز، ده في نقطة مهمة جدا، ان النادي هو اللي بيدفع مصاريف التحكيم. لا ما دي مش الاتحاد. في برنامج قبل كده طالبنا انت واخد بالك، فمش فيش مانع ان انا يعني الاتحاد مش بتوع لجنة التحكيم مش هحملهم حاجة، او الاتحاد مش هتحمل حاجة. ده المدرب جالي من بورسعيد، النادي بيقوم لازم يقوم بمصاريفه مش الاتحاد. يعني عاوز الاندية هي اللي بتقوم بمصاريف. انا عاوز اقول ايه، علشان كل اللي احنا بنعوزه يا فاز ان احنا بندي للجمهور صوره فيها حياد تام، ده المطلوب، علشان الجمهور ما يعلقش على الماتشات دي. تبص تلاقي الجمهور واحد يغلط يقول لك لا ده زملكاوي، واحد حكم تاني يقول لك ده اهلاوي، ودخلوا الحكام في الناشئين في مهاترات. الله يرحم الكابتن امبراطور الملاعب التحكيم، الكابتن حسين امام. يا سلام، لا ما كانش حد يقدر، لا جمهور ولا لعيبه. كويس انت دخلتني في الدرجه الاولى. شوف يا فايز، في زمان كنت تبص تلاقي الماتش بيتلعب، كابتن علي حكم، الجويني كابتن الجويني لاين زمان، واخد بالك مين الثالث؟ عزت العشماوي الله يرحمه. 3 ما انتش ملاحق تبص يمين تترعش، تبص شمال تترعش، تبص في الملعب تترعش. في صداقات انما عاوز اقول ايه، 3 لهم ثقل. النهارده ابص الاقي الحكم واحد اعرفه